يعني عايز أعمل حاجة كنت بصراحة نفسي أعملها قبل كده، بس كان عندي شوية التزامات كانت مخلياني إن أنا ما أقدرش أعملها. قررت إن أنا في البرنامج بتاعك ده أعلن تضامني التام لماما بعد إصابتها بالسرطان، وأدعي لها يا رب بالشفاء وإنها ما تشوفش شر أبدا. وهعمل حركة يعني أنا مش عايز حد يفهمها غير إن أنا بعملها عشان والدتي أنا. وكل اللي جالهم المرض اللعين ده، وكل الناس اللي فقدت حبايبهم وأسرتهم. دي لو راحت دي العيلة كلها باظت. ربنا يحميها ويطول لها في عمرها. وهو ما شاء الله صوته حلو و... وحاجه تشرف. الحمد لله يا رب. مش عشان ابني والله، انه حاجه تشرف يعني. ما فيش اسفاف، ما فيش حاجه تسعدك كده وتشرفك يعني. الحمد لله رب العالمين. أغلب الناس عرفت اللي حصل مع خالد سليم في برنامج كتاب الشهرة. الكل ركز مع والدته ومع الحركة اللي عملها، بس محدش ركز مع تفاصيل كلام خالد. محدش عرفك اللي هقولهولك دلوقتي. خالد لما اتسأل عن أمه كان باين قوي خوفه عليها وتعلقه بيها، بس اللي أنا وقفت عنده لما خالد قال بعد ما فقدنا الوالد ابتدينا نحس ان لا يعني لازم ناخد بالنا قوي من ماما ونهتم بيها، ولازم نبقى طول الوقت يبقى فيه فحوصات وفي حاجات كده. فمع الفحوصات اكتشفنا ان كان في عندها سرطان الثدي. السؤال المهم هنا، ليه خالد بقى خايف من كل ده؟ ايه السبب اللي خلاه تجيله فوبيا هو واخواته؟ خليني اعرفك حاجة مهمة. ابو خالد سليم لما توفى كان بيعاني قبلها في صراع طويل مع المرض، ويمكن ساعتها ما كانوش مهتمين قوي بموضوع الفحوصات ده. عشان كده اتعلموا من وفاة باباه، بقوا مهتمين جدا بشكل مستمر يعملوا لمامته فحوصات. بعد وفاة الوالد بان احنا لازم نعمل فحوصات لماما بشكل دوري وبشكل مكثف، عشان اذا في اي حاجة تبقى موجودة يعني نبقى عارفينها. فاتصدمنا كلنا وتوترت كل الاجواء. المشكلة كانت ان احنا كان لازم نكتم التعب ده والتوتر ده عشان هي ما تتوترش. ويمكن السبب التاني اللي أثر في خالد وخلاه ينهار من بعد وفاة أبوه إن هو ما كانش جنبه لحظة الوفاة، لأن خالد كان ساعتها مسافر في الكويت بسبب شغله وما كانش موجود. كل اللي حصل معاه رب عنده الخوف، وبقى خالد مرعوب من إنه يخسر مامته. وكانت أصعب صدمة مرت عليه بعد وفاة أبوه، لأنه كان متفاجئ إزاي واحدة في صحتها ودايما بيعملوا لها فحوصات ويحصل معاها كده، أو تتصاب بالمرض ده. إزاي يجي لها حاجة زي دي؟ ربنا يسعدك. انا بدعي لك من قلبي يا حبيبي، ربنا يسعدك ويبارك لك في كل خطواتك وفي اسرتك يا رب. لكن اللي صدم خالد أكتر مش الخبر، الرعب اللي صحي من الخبر. خالد بمجرد ما سمع بمرض مامته جه في دماغه على طول إنها ممكن تروح منه زي باباه، وإن المرض زي ما خطف أبوه هيخطف منه مامته. حس إن العيلة كلها هتضيع من بعدها، وده السبب الحقيقي اللي خلاه ينهار. ما توقعت منك أبداً. ولا انا توقعت مرضها، ولا اي حد بيتوقع المرض من المرض خبيث. وانا خايف من السنه دي 24. مش هكذب. ليه؟ مش عارف، من اولها كده مش حاببها يعني. انا مش من النوعيات اللي بيكون متشائم. لكن الصعب ما وقفش لغاية هنا، لأن خالد كان قدامه مرحلة أكبر، مرحلة مطلوب منه إن هو يقوي فيها مامته، وهو أكتر واحد محتاج اللي يقويه عشان يسندها ويشجعها تواجه المرض اللعين ده. والتحدي اللي كان قدام خالد هو إزاي هقدر أقويها وأنا بنهار من جوايا. دي لو راحت دي العيلة كلها باظت. دي لو راحت دي العيلة كلها باظت. ربنا يحميها ويطول لها في عمرها. ربنا يحميها ويطول لها في عمرها. اللي عمله خالد قدام الناس على الهوا مش بطولة، لأن دي أقل حاجة ممكن خالد يعبر بيها عن حبه لأمه. أنا اتفرجت على الحلقة، ما شفتش واحد بيعمل كده عشان يتضامن مع عمه بس. مش فارق معاه يخسر شغله، مش فارق معاه يخسر أي حاجة قصاد إن أمه تبقى بخير. واحد حياته كلها مرتبطة بوالدته، كل معاني السعادة بيختصرها في كلمة أمي. لما خالد قال أنا خايف من 2024 مع إني مش شخص متشائم، هو قصد خايف تكون سنة يخسر فيها أمه. بس إن شاء الله مامتك تخف وتقوم بالسلامة وترجع لك أحسن من الأول يا خالد.
الحمد لله. وانا سعيده ان خالد اول شاب يقف على مسرح الاوبرا. انا ما بسيبلوش اي حاجه، لا بكيت من الفرحه الحمد لله. ما حدش عارف ان انا والدته، كنت طبعا انا قاعده زي الجمهور، بس الحمد لله رب العالمين، لا حاجه تشرف الحمد لله رب العالمين.